هنا بعد ما ريليانا اخدت معلومات وكل اللي هي عايزاه بتقولها خلينا نرجع لقاعة الراس. وطبعا زي ما قلت لكم ده ولا دي مش سايباها خالص بصراحة. دلوقتي عرفت انه دي ست. هنا طبعا بيعرفوا انه في حريق وبيقولها هو انت كويسة، هو انت سامعاني؟ بس طبعا ريليانا مش بتكون سامعاه علشان بيكون في حد قافل بقها. طبعا كل الحلقات دول هتلاقوهم في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. هنا لما بتفوق بتلاقي قدامها الراجل ده، بتقول له هو انت مين؟ بيقول لها هو انت ايه شعورك دلوقتي؟ نفسي اعرف. بتقول له هو انت مجنون ولا ايه؟ ممكن اعرف انت مين؟ وبتفتكر لما اغمى عليها وبتقول ايه ده، هو ده خطفني ولا ايه؟ وبتقول له هو ليه خطفني اصلا؟ هو انا عملت حاجه؟ وبتقول اكيد ده من طرف بروكس. هنا بيقول لها هو انت كويسه؟ ليه بتتكلمي مع نفسك؟ بتقول له اذا قربت مني انا هصرخ والم عليك الناس. بيقول لها ما تحاولي وتشوفي. وطبعا ما في حد بيكون سامعها وبتطلب انه في حد يساعدها او ينقذها من المجنون ده. وبيقول لها ما تحاوليش على الفاضي. طبعا هنا بيقول لها اسمعي انا هقول لك على كل حاجه. وبتقول له اصلا انت خاطفني وانت ما تعرفش انه انا خطيبه الامير نوح؟ بيقول لها على فكره انت بتتكلمي كتير، هو انت عايزه اشوه وشك الجميل ده؟ بتقول له مش للدرجه دي، سيبنا نتفق مع بعض، ممكن تسيبني اروح البيت كانه ما حصلش اي حاجه. بيقول لها ايه ده، هو انت خفتي؟ بصراحه شكلك كده لطيف، اكيد علشان ما شوهش وشك الجميل ده صح؟ وبتقول لا ده بيتكلم بجد، ولو اتكلمت اكتر من كده اكيد هيموتني. بتحاول تلتزم الصمت وبتقول مع نفسها ايه علاقته مع بروكس. هنا بتقول له اظن عندي الحق ان انا اعرف ليه بتعمل كده. وبيقول لها ان اخته ماتت، علشان كده اخته الصغيرة كانت كل حاجة في حياته، وتحول حبه للستات الى حب الفلوس. وتقابل مع بروكس ولقاه منيل بستين نيلة، واحد طماع وبيحب بس الفلوس ويقدر يموت اي حد علشان الفلوس. واتفقوا مع بعض انهم يبدأوا يتخطبوا لاي بنت عندها فلوس. وطبعا ده اللي اقترح على بروكس ان هو يخطب ريليانا علشان هي عندها فلوس. وبتقول له هو انت شايف اختك كده هتكون مبسوطة؟ اكيد هتكون زعلانة. وبيقول لها ما انا قلت لك خلاص بقيت بحب الفلوس، ومفيش احلى من انك تكون غني. على فكرة اختي اكيد هتكون مبسوطة علشان انا بني لها قبر جميل، وفي النهاية هي خلاص ماتت. وبتقول مع نفسها لا ده مفيش فايدة ان انا اتكلم معاها. وبتحصل حادثة صغيرة، العجل بينكسر وبيكون بروكس وصل. بيقول له دلوقتي هنسيب العربية كده وهنروح جوه الغابة. وبيجي عندها بروكس تفضل تبص عليه كده، بتقول له طول عمرك خايس وقليل الادب وطماع. وبيقول لها لو كنت اتجوزتني كان هيجرى ايه؟ وطول عمرك انت كمان لسانك طويل. وبتقول له خلاص انا وياك مفيش اي حاجه بينا، واتمنى ان انا اموت على اني اتجوز واحد زيك وواحد طماع. وبيقول لها هو انت دلوقتي عندك الجرأة ان انت تتكلمي بالطريقه دي؟ وبتقول له ممكن تسيبني. بيحاول معاها كده بس طبعا بتديه البوكس ده، تقدر ان هي تهرب منه. هنا بتقول مع نفسها انا مش عايزه اموت، انا خايفه مفيش حد ينقذني. وبتقول ان انا عايزه ارجع البيت. هنا بترفع راسها وبتقول مفيش حاجه اسمها استسلام، وانا مش هموت، واصلا انا مش خايفه، لازم اتملك نفسي دلوقتي واكون قويه زي عوايدي. وبتضطر ان هي تأثر في وسطنا علشان تقدر تجري براحتها. هنا بتفضل تتمشى كده وطبعا بتكون خايفة بس عايزة تظهر ان هي قوية. وبتقول مفيش حد هيقف قصادي حتى لو كان بروكس والشلة بتاعته. وبيجي حد بيقفل بقها، بتخاف طبعا بس بيطلع البطل بتاعنا ادم. بتقول له هو انت جيت علشان تنقذني؟ وبتفضل تشكر الله انه جاء ادم في الوقت المناسب. هنا لما بتنام على كتفه ادم بيفضل يحس باحساس غريب كده كانها بتفكره في حبيبته من الكلام ده. بيلاقي قدامه الراجل اللي كان خطفها، بيقول له ابو العينين الحمراء انت الشهير ادم صح؟ بصراحة عندي الشرف ان انا اتعرف عليك. ريليانا بتقول ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ وبيقول دلوقتي خلاص هتموتوني يعني هتعدموني وهتسيب مامتي عايشة لوحدها يعني؟ ريليانا بتقول له ادم ممكن ما تموتوش، انا عايزاها حي. بيرد عليها زي ما انت عايزة. بيجي الدم على ايديه. طبعا ادم متعود عن الكلام ده بس ريليانا بتكون خايفة. بيقول له يلا وريني شطارتك دلوقتي، هتعمل ايه مع القرش الرهيب ده؟ اكيد دلوقتي هيفرمكم. بس طبعا ادم متعود كمان عن الكلام ده. وريليانا بتكون خايفة جدا، بتقول له خلاص دلوقتي اكيد هياكلنا. وبيقول لها ممكن تبعدي شوية كده وسيبني معاه. وطبعا ريليانا بتكون هتقع، بتقول خلاص دي النهاية وانا اكيد هموت. بس بتلاقي نفسها بين ايدين الامير نوى وبتتفاجئ. بتقول له نوى هو انت بتعمل ايه هنا؟ اكيد جيت علشان تنقذني. بيرد عليها
هو انت شايفة ايه؟ هو انت نسيتي ان انت خطيبتي وواجب عليا ان انا انقذك. هنا طبعا بيحضنها وهي كمان بتسترخي في حضنه، بس هوب بتفتكر ادم وبتقوله نزلني دلوقتي، لازم اروح عند ادم عشان اقوله ان هو يبعد من قدام القرش، هو في خطر. بس بتلاحظ ان نوح في قمة الهدوء. طبعا نوح واثق في قدرات ادم وعارف ان هو قدها وقدود، وبيقول بصراحة هو بالغ في المعركة دي. هنا بتتفاجئ لما بتلاقي ادم فرم القرش وكمان واقف فوقه من قدامهم كأنه ما حصلش حاجة. ريلينا بتقول ده زي الصغر، وبتيجي دي بتقول لها مولاتي هو انت بخير؟ صباح الخير. بترد عليها ايوه، وبتعتذر منها عشان خافت عليها. هنا بتشاور له يلا باي باي وبتعمل له الحركة دي. طبعا دي مش بتفهم هي قصدها ايه، بس هو اكيد فهم. هنا بيعرفوا ان بروكس هرب. الامير ان هو بيقول لهم دوروا في كل المناطق دي، لازم تجيبولي بروكس حي. هنا بتكون دي قاعدة وهي خلاص تعبانة وزهقانة من الكلام ده. بيجي الامير نوح وبيغطيها علشان بردانة، بيقول لها دلوقتي انت استريحي وانا اكيد هلاقيه، وبتشكره. بس لما بيلاقيه بتيجي ريليانا وبتاخد منه المسدس. هنا بتفضل تضرب عليها النار وهو بيكون خايف، بس هي طبعا مستمتعة بالمنظر ده وبتقول لبروكس واخيرا مسكتك. بيقولها بس انت اكيد فهمتني غلط. رد عليه هو ايه اللي فهمته غلط؟ كل اللي حصل ده بسببك انت، تيجي عشان تضربه بالنار. وبيقولها بس استني. هنا بتفضل تضربه بس حواليه كده علشان تخوفه وتشوف ردة فعله وهو خايف. بتقول ايه ده شعور جميل جدا بصراحة، نفسي اتصور صورة سيلفي هم وانزاح على صدري. فالشي تغلي فيه لما بتلف حواليهم كده بتلاقيهم كلهم بيبصوا عليها وهما متفاجئين من ردة فعلها. هنا بيكونوا راجعين وبتكون هي ونوح راكبين على نفس الخيل. بتقول ايه ده هو الخيل ده ليه رايح شوية شوية؟ طبعا ريليانا بتكون مكسوفة وبتقول طب هو ليه جاي ينقذني من الكلام ده؟ وبيروح فكرها بعيد وهوب بتفتكر في فيان شمال وبتقول لها دي ما معهاش هزار، واصلا كل ده بس اتفاق بيني وبينه وفي النهاية هيخلص. هنا بتشكره علشان جه وانقذها وبتقول هو انا ليه مكسوبة للدرجة دي؟ ده انا بس شكرته اصلا. بيقول لها ده واجب عليا. وبتقول هو انا ليه حاسة بالنعاس فجأة كده؟ هو انا هنام؟ وفعلا من غير ما تحس بتنام وبتكون نايمة على حضن الامير نوح وهو كمان ماسكها بايديه وبيسأل نفسه هو ليه قلق عليها لما عرف انه خطفوها وكان خايف عليها جدا. وبيقول ايه ده دي وقعتني في حبها ولا ايه؟ مش ممكن يحصل الكلام ده علشان هيكون خطر عليها، بس انا لازم احميها من الكل حتى من نفسي كمان. تاني يوم الصبح الشمس بتيجي على وشها وبتقول انا مش عايزة اصحى دلوقتي، عايزة انام كمان شوية. بس بتحس انه في حد بيلمس شعرها، ولما بتصحى كده بتلاقي ان هو قاعد جنبها وهو بالشكل ده. طبعا بتتخض وبتقول ايه اللي بيحصل هنا؟ طبعا تفكيرها بيوديها وبيجيبها ايه ده هو علشان انقذني لازم ياخد المقابل يعني؟ وايه اللي حصل بينهم هنعرفوه في الحلقة القادمة. يلا سلام.